أحبتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. إلى أبطال منتخبنا الوطني، نجوم العراق، أسود الرافدين، شرف العراق وفخر العراق وأمل العراق. نحن على بعد خطوتين من تحقيق الحلم والأمل والتأهل إلى كأس العالم. هذه رسالة أوجهها للاعبي منتخبنا الوطني، وأرجو من الأحبة أن ينشروها في الصفحات الرياضية. أصدقائي، أنا فاقد البصر منذ الولادة. لم يتوقع أحد أن أنجح، ولم يتوقع لي أحد أن أكون بهذه المنزلة، ولم يتوقع لي أحد أن أتقدم، لكن كنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكنت أملك إرادة، وما زلت تصنع المستحيل وتتحدى كل الصعوبات التي تمرون بها الآن، وهي صعوبات مشابهة لما مررت به مع تغيير الحال. أملنا وياكم وقلوبنا وياكم، وكل الدعوات تهتف القلوب والحناجر لأسود الرافدين لاستحقاق غد أمام كوريا. ملعب البصرة سيزدان فرحا بوجودكم. أيها الأحبة، لقد فقدت البصر لكنني أبصرت إنجازاتكم. لقد فقدت النظر لكنني أنظر بشغف لمبارياتكم. لقد فقدت الرؤية لكنني أرى تأهلكم إلى كأس العالم قريب. سننتصر وسنفرح في العراق، كل العراق، بفخر العراق، منتخب العراق الوطني. ليكن الأمل سلاح والإرادة جناح، ولا تهتموا لكل ما يقال ولكل خلاف سابق أو لاحق. فكروا بالعراق فأنتم تمثلونه. تحية لكم مني أنا حيدر البصير، ومنصورين إن شاء الله.